السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. النهاردة بعمل لكم جولة داخل جزارة نور الرحمن. المحل ده بصراحة أنا بوصي بيه عن تجربة، وزي ما انتم متعودين مني أن أنا لما بروح في مكان وبيعجبني حاجته أو بستمتع في مكان بعمل لكم ريفيو عن المكان وبقول لكم تروحوا فيه ولا ما تروحوش. المكان ده فين؟ عنوانه في حلوان، شارع شريف على رايل. عايزة أقول لكم جزارة نور الرحمن هي الواجهة المثالية لكل عشاق اللحوم البلدي، سواء كنت بقى عايز تعمل وجبة للعيلة أو عايز تعمل وجبة خاصة في مناسبة من المناسبات. هي لحمة بلدي فريش يوم بيومه. حقيقي بجد أنا مش بشكر في المحل علشان خاطر دعاية، لا، المحل فعلا اللحمة بتاعته لحمة بلدي وتستحق التجربة. كل حاجة موجودة هناك، كتف كندوز، فخدة كندوز، موزة، ستيك مشوي، كفتة، كباب حلة، لحمة تشويها في الفرن، بفتيك، لحمة كوستاليتا، لحمة باردة. افضل حتة طبعا انا بقول لكم لو انتوا عايزين تجربوا علشان خاطر دخلة العيد الكبير، افضل حتة للسلق بتبقى موجودة تستمتعي بيها يعني. هي لحمة الرقبة، ودي طبعا بتتوصف عشان بالخشونة بتبقى مناسبة للسلق وللفرم، والناس ساعات بتحطها كمان في الطبيخ. عايزة اقول لكم كمان يعني هو من افضل الاماكن تعامل ونظافة واحترام. الخدمة هناك ممتازة، في تعامل باحترافية. زي ما قلت لكم في الاول في الاخر اللحمة بلدي، والواحد طبعا بيدفع دلوقتي في 8 كيلو لحمة الشيء الفلاني، فلما يحب ان هو يجيب لحمة يجيبها من مكان كويس تستاهل الفلوس اللي بيدفعها فيها. الجزارة دي يعني اتفتحت في سنة 2020، كان في شهر 7. أنا طبعا بجيب منه دلوقتي بشكل مستمر، لأن ريحة اللحمة تحفة، يعني شكل اللحمة وهي معروضة ما شاء الله، يعني كأنها تتاكل نية. كمان عندهم حاجة تانية، يعني فتحوا، وهو طبعا المحل واخد نصيتين. ناصية بيبيعوا فيها الجزارة، والناصية التانية بدأوا ان هم يعملوا فيه المشروع دوت اللي هو اكلات المصمت. للناس اللي بتحب بقى اكلات المصمت، يعني هم ما شاء الله لحمتهم حلوة ومميزة، فبالتالي اكلات المصمت بتاعتهم هتبقى احلى واحلى. في المصمت دوت بقى بيبيعوا طبعا الحاجات ديت، عاملين قاعدة كده قدام المحل، ترابيزات وكراسي، وانت واقف بتختار الحاجة اللي انت عايزها او الطلب اللي انت عايزه. بيكون عندهم كل حاجة، لحمة الراس والكرشة والعكاوي والمخ والكبدة، لسان، كوارع، فشة وقلب وممبار. عندهم طبعا حواوشي على الجريل وسجق على الجريل وكفتة وبرضو لحمة على الجريل. كل حاجة الناس اللي بتحب الفشة والكرشة والممبار والطحال، الحاجات دي من الأكلات اللي هي بصراحة بيبقى ليها طعم مميز جدا للي واخد على الحاجات دي. طبعا في ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش. أنا بصراحة من عشاق أكلات المصمت في الأماكن النظيفة، لأن الحاجات دي الواحد لازم ياكلها في مكان نظيف، ولو ما فيش حاجة تتعمل في البيت. بس انا بصراحة بقول لكم لا، المحل حلو جدا، والجزارة هناك نظيفة ومعاملة محترمة جدا. اوصي بشدة التعامل مع الناس وتروحوا تجربوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس.